أسطورة عمرها قرن من الزمان بتقول إن في كيان خارق موجود في الجبال الشمالية لباكستان وسفوح جبال الهيمالايا في الهند. بيطارد الناس اللي بتروح هناك وبيسموه بيتشلبيري. بيتقال إن الكيان ليه شكلين، بس الشكل المشهور هو لامرأة جميلة بتظهر في الغابة المعزولة بعد ما الشمس بتغرب، وهدفها الرجالة الضعفاء اللي بيطلبوا المساعدة، وبعد ما بتظهر لهم بتختفي مرة واحدة. والكيان قادرة إنها تخفي أي حاجة في جسمها ما عدا رجليها اللي دايما اتجاههم عكس اتجاه الرجل الطبيعية بتاعة البشر، وعشان كده بيسموها برضو أشباح النساء ذوات الأقدام الخلفية. في بعض الأساطير التانية بتقول إن المرأة الجميلة بتتحول لساحرة شيطانية مخيفة طولها 20 قدم، ووشها طويل وصوابعها متوسخة وعندها حدب في ظهرها، وهدومها مليانة دم، وعينيها دائرية وكبيرة، وشعرها منكوش وبيغطي معظم وشها. وبيتقال إن لو حد قال وصرخ بصوت عالي باسم بيتشلبيري مرة واحدة في الغابة هتظهر له بشكل الساحرة الشيطانية في ثانية. بعض القرويين وكبار السن والسكان المحليين بيقولوا إن السياح بيختفوا لما بيدخلوا الغابة لوحدهم وفي وقت غلط، ومحدش بيعرف يلاقيلهم أثر. وكمان بيقولوا إنه مش كيان واحد، لأ دول كيانات موجودة في قمم الجبال هناك، وإن السبب وراء وفاة متسلقي الجبال بيحصل بسبب الكيانات دي. وبالرغم من كده في ناس كتير بتكذب القصص دي، وبيقولوا إن اللي بيحصل ما هو إلا مجرد صدفة، وإن المتسلقين اللي بيموتوا بسبب الارتفاعات العالية ودرجات الحرارة القليلة والطبيعة المميتة. من القصص المخيفة اللي حصلت إن في رجل عمره 35 سنة كان راجع لبيته في وقت متأخر بالليل على الموتوسيكل بتاعه، وكان لازم يرجع من الطريق اللي في وسط الغابة، وفعلا عدى من هناك، وفي الغابة لقى بنت جميلة بتبكي، فوقف ليها وسألها بتبكي ليه؟ قالت له إنها ضاعت في الغابة وما عرفتش تخرج خالص، فطمنها وقال لها تروح معاه لأول الطريق وبعدها يدور على بيتها. فوافقت وراحت معاه وركبت وراه الموتوسيكل، وفجأة وهو ماشي في الغابة ظهرت مرة واحدة ست في وشه، فوقف وفرمل مرة واحدة وبيبص وراه لقى البنت اختفت، واتصدم وعرف ساعتها انه واجه شبح بيتشلبيري. وعشان يتأكد سأل الست اللي كانت واقفة في وش الموتوسيكل، سألها اذا كانت شافت البنت اللي كانت راكبة وراه واذا كانت بيتشلبيري ولا لا، فقالت له انها ما تعرفهاش وما شافتش حد، فقال لها انها شبح لامرأة عندها رجل اتجاهها لورا، فردت عليه وقالت له زي الرجلين دي كده، وده اللي خلاه صرخ وقع على الارض، وفاق بعدها بفترة واخد الموتوسيكل بتاعه ومشي. وطلعت برضو هي من الكيانات او اشباح بيتشلبيري. هل تفتكروا ان بيتشلبيري حقيقية فعلا ولا مجرد اسطورة؟ وهل شبه الندهة اللي موجودة في مصر كده واللي اتكلمنا عليها في فيديو قبل كده؟ اكتبولي تحت في الكومنتات.